السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ اوركيديا. اليوم ان شاء الله غدا نحضر معكم ريش بوند سهله وسريعه في التحضير، كتجي زوينه ولذيذه بزاف بزاف، كتجي هشيشه بواحد المذاق اللي رائع. كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه ومقرمشه ومزيونه ولذيذه. فخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي عندنا، خديت واحد القصعه وعملت فيها القشور ديال التشين او قشور ليمون، وعملت واحد الباكيه ديال الزبده. انا عملت هنايا الليليه ديال الطاسه، وعملت واحد القريصه د الملحه، وغادي نعمل 4 ديال البيضات وكاس ديال السكر وكاس ديال الزيت، وغادي نخلط كل شيء مزيان مزيان حتى يتجانسوا لي المكونات كاملين مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف ملعقه من خميره الحلويات، وغادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فخصنا نضيفوه بالتدريج، ما نضيفوهش دفعه واحده كيف ما كتشوفوا باش كتدلك معنا مزيان من الاول. هنايا غادي نجمع العجين بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا باطراف الاصابع، ما ندلكوهاش. هنايا انا تقلت معكم الفيديو باش تشوفوا الطريقه، انا غير جمعتها وصافي. هالعجينه باينه غير مجموعه ما مدلوكاش. هنا غادي نخليها وغادي ندوز ناخذ واحد اللاطه ديال الفران، وغادي نفرش لها ورق الطبخ، وغادي نعمل كويرات صغيورين. بالنسبه للحجم فلكم الاختيار، عملوا الحجم اللي بغيتو. انا هنايا التليفون لعبت لي فيه العيله، كان كيصور مزيان ساعه ولا يصور على الطول، فهنا ما جاش تصوير واضح. عملت كاسرونه عملت فيها الكونفيتير ديال المشمش، وعملت فيها واحد 3 ديال المعالق ديال ماء الزهر، وبقيت كنعمل داك الكويرات من بعد ما طابوا، كنفندهم في الكوك، كنلصقهم مع بعضياتهم وكنلصقهم في الكوك وكنخليهم على جنب. بهذه الطريقه هذه انا عملت نص، عملت له الكونفيتير والكوك، والنص الاخر خليته غادي نعملو في واحد العلبه محكمه الاغلاق، وغادي نعملو في الفريغو باش ما تخسرش معنا، لان الحلوى دريشبوند مع دابا الصهد والحراره دغيا كتغمل ودغيا كتحماض. فاللي غيبقى لكم كامل عملوه في الفريغو باش تبقى معكم مزيانه. وهنايا كيف ما كتشوفوا كنت كملت الكميه اللي عندي، وعملت نص في الكوك والكونفيتير اللي زدت عليه القليل من ماء الزهر، كيعطيها واحد اللذه مزيونه ولذيذه، وديك النسمه ديال التشين جات فيها غزاله كتحمق. نتمنىكم تشاركوا هذه الوصفه مع الحباب والاصدقاء، ونتمنىكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. فهاد الوصفه كتجي زوينه بزاف بزاف وكتجي لذيذه، انا متاكده الا جربتوها غادا تعجبكم بزاف. وهنا غادي نخليكم كمل الفيديو ديالنا. دمتم في رعايه الله وحفظه، في وصفه اخرى ان شاء الله.